يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ انا نرد افلام، والنهارده جاي اكلمك عن مسلسل ذا داي اوف ذا جاكل بدون اي نوع من انواع الحرق، وهو مسلسل مكون من 11 حلقه من بطوله ايدي ريدمان. ويلا نبدا الريفيو. قصة مسلسلنا بتحكي عن ذا جاكل، واللي عامل دوره ايدي ريدمان، وهو قناص محترف ومرتزق يتم تأجيره لتنفيذ الاغتيالات الصعبة من المسافات البعيدة. وأول عملية اغتيال في المسلسل في أول مشهد في أول حلقة هتحكي لك كل حاجة عنه وهتبين لك هو يقدر يعمل ايه. وعلى الناحية التانية بنشوف بيانكا، واللي عاملة دورها لاشانا لينش، وهي عميلة في الMI6 أو المخابرات الإنجليزية، وهي اللي بتطارد الجاكل وبتحقق في قضيته. ومن هنا أحداث مسلسلنا هتنطلق. قبل ما نتكلم كده على اي حاجه، فانا قبل ما اشوف المسلسل كان عندي تخوف من ابطاله. يعني ايدي ريدمان برغم قدراته التمثيليه الضخمه ورغم انه كسب اوسكار، الا ان شكله طيب كده وهادي وكيوت. يعني على راي الدحيح الوجه المحمد خميسي ده ما يطلعش منه الحاجات دي. فازاي الراجل الطيب ده هيقنعني انه مرتزق ويعمل اكشن ويعمل القلق ده كله؟ بس الحقيقه كانت العكس تماما. ايدي ريدمان عمل اداء رائع وبين لنا الدبل لايف بتاعته كمرتزق بطريقه جميله. فهو كاساسا هو قاتل محترف وما يعرفش الرحمة وبينفذ مهماته بأحسن طريقة، وكشخص عادي فهو بيلاعب ابنه وبيدلع مراته وعايش حياته الطبيعية عادي جدا. تاني تخوف بقى وده كان من لاشانا لينش، بس دي خليها شوية عشان نقول فيها شوية شعر، يعني خليها. وخلينا اقول لك ان كان من امتع الحاجات في المسلسل، ان ما كانتش الافضل على الاطلاق، هي مشاهد الاكشن وخصوصا مشاهد القنص من بعيد. والامتع كمان هي تحضير الجاكل لعملياته وازاي كان بيشتغل. يمكن ما عجبنيش بس القصه بتاعت افغانستان كلها واللي حصل فيها حتى مع نهايتها. يظل الخط ده كله مش عاجبني ومش داخل دماغي، يعني لا تسووا ملايكه الانجليزي. ومن ضمن جماليات المسلسل انه هياخدك في تور كده هتشوف فيها كذا مدينه في اوروبا، وده طبعا بجانب السسبنس والمايند جيمز اللي احداث المسلسل هتمارسها عليه. وده هيخدمه ان المسلسل ماشي بوتيره بطيئه في الاول، وبعد كده الاحداث هتعلى تصاعديا لحد ما تولع. وعلى ذكر الولعه بقى، ففي شخص انا عايز اولع فيه، وهي الاستاذه اللي هتظهر صورتها في حته ما. يعني وانا مش عنصري يا جماعه، بس الاستاذه لاشانا دي محطوطه راس براس مع بطل المسلسل. ومش بس كده، هي المفروض انها كمان عميله مخابرات وتعمل اكشن، وهي لا تمثيل عدل ولا اكشن كويس ولا شيب جسم يسمح لها تعمل اكشن. واغلب اللي شافوا المسلسل لا حابينها ولا طايقينها، فهي ما عملتش اي حاجه صح في الدنيا. ودي مش اول مره هي تتعرض لنفس الهجوم، هي تعرضت له في فيلم نو تايم تو داي، اخر فيلم لجيمس بوند دانيال كريج، وانا اتكلمت في الموضوع ده في الريفيو بتاعت الفيلم ايام ما كانت مكتوبه. واللي كانت طالعه فيه برضه كعميله مخابرات وما كانش ليها لازمه وتمثيلها كان وحش. طب انت مزوعه علينا منين طيب؟ يا حبيب اخوك، هي محطوطه لخدمه الاجنده النسويه واللي قادره على التحدي والمواجهه والخدمه اجنده السم. وبجمله الاجندات بقى المحطوطه، فيو دي سي هو طلع شخص مش تمام، والمسلسل محطوط فيه اجنده الناس الالوان اللي مش تمام. طب هو يعني ايه جاكل اصلا؟ جاكل ده هو ذئب، بس حرفيا هو معناه ابن آوى. عارف الحيوان اللي راس انوبيس على شكله؟ هو ده ابن آوى. والحيوان ده بيتميز انه صياد شاطر وبيصطاد في الخفاء، فهو الاسم المثالي لبطل مسلسل. اما مسلسلنا ذا داي اوف ذا جاكل فهو ريميك لفيلم اتعمل سنه 1973 بنفس الاسم. وسواء الفيلم القديم او مسلسلنا فالاتنين مبنيين على روايه اسمها ذا داي اوف ذا جاكل برضو للكاتب الانجليزي فريدريك فورثيس، واللي عملها سنه 1971. وهي روايه بوليسيه بتحكي عن مرتزق عايز يقتل الرئيس الفرنسي شارل دي جول في الستينيات بعد توقيعه على اتفاقيه استقلال الجزائر عن فرنسا. بس مسلسلنا اللي مقتبس من الروايه غير في شويه احداث عشان تبقى الاحداث عصريه اكتر وما تبقاش واخده اي منحنى سياسي زي احداث الروايه الاصليه. وهم نحوا السياسه وحطوا لنا احنا بقى الاجندات. اخر حاجتين هقول لك عليهم قبل التقييم يا حبيب اخوك، هو قطعا ان الحلقه الاخيره هي حلقتي المفضله، والاسباب شخصيه انا مش هحرق لك، هي والحلقه قبل الاخيره. واخيرا المسلسل ده اتجدد لسيزون كمان، فدي اخبار حلوه بصراحه عشان المسلسل جميل. ودلوقتي نخش في التقييم. وتقييمي لمسلسل ذا داي اوف ذا جاكل هو 7.5 من 10. مسلسل ريكومندد جدا وانا انصحك انك تشوفه، بس خد بالك من الاجندات، والمسلسل هو مسلسل للكبار فقط نظرا للعنف اللي فيه ونظرا للاجندات برضه، ما هو منهم لله الانجليز بوظوا كل حاجه. وبس كده يا حبيب اخوك، هتلاقي عم يرد افلام على فيسبوك ويوتيوب وفي كل الاماكن الحلوه اللي انت بتحبها دي. لايك وسبسكرايب بقى وابعت لحبايبك والمجتمع والناس، وبس كده. سلام عليكم. قفل يلا.